زوجي دايما بيقلل مني، ولما بزعل بيقول لي انا بهزر معاكي وبيقلب الترابيزه عليا. في علاقات زوجيه كتير الاحساس بالاذى مش بيجي من مجرد خناق، لكن بيجي من حاجات صغيره بتتكرر كل يوم، زي مثلا ان زوجي يقلل من زوجته على شكل هزار، كلمه تتقال قدام الناس، تعليق ساخر على شكلها على رايها، وبعدين لما هي تزعل يقول لها انا بهزر معاكي، انت مكبره الموضوع ليه. ممكن كمان يزعل منها، وده بيحصل لان الشخص نفسه متعود ان الهزار اللي فيه سخريه او تقليل ده شيء طبيعي، او مش مدرك تاثير كلامه على اللي قدامه هو عامل ازاي. واحيانا بتكون طريقه غير مباشره عشان يفرض سيطرته على اللي قدامه. بس المهم هنا مش السبب، المهم في الاثر اللي بتعمله المشكله دي. لما زوجه بتسمع نفس النوع من الهزار بشكل متكرر وتقول ان هي بتتضايق، ولما يترد عليها انت مكبره الموضوع انا بهزر، هنا احساسها بيتلغي، ومع الوقت بيعمل لها قله ثقه بالنفس، كتمان مشاعر بدل ما تعبر عنها. طب الحل هنا ايه؟ لا في الخناق ولا في الصمت. الحل هنا انك تسمي الاحساس ده لما يحصل ان ده هزار بيضايقني. تاني حاجة، تختاري وقت هادي تتكلمي فيه مع زوجك عن النمط ده، مش على كل المواقف. يعني هتقولي له ان في نوع من الهزار بيضايقك وبيأثر عليكي نفسيا وانت حابه تغيري. الفكره مش انك تمنعي الهزار، لكن ان العلاقه يكون فيها احترام. حلو ان يكون في هزار ما بينكم، بس من غير ما حد يسيء للتاني.